أول رمضان بعيد عن عائلتي. صباح الخير، مرحبا بكم في فيديو جديد سنقوم فيه بتجهيزات رمضان. تعالوا سأعرفكم على منظر أنا يجرح لي مشاعري وأمينة تحبه. بصح لاحظت يمين خوامه ولا شي يدير الحس. مسكين حشم ينطق. استحى يحكي يعني. يدل على ان كلينا شهر في الدار. انا نفرح والله من نشوف صوالح خاويين، نفرح. كل واحد كيفاش يشوف، مثلا ليك في كل شيء، في الريحه، في ليكرام، في كلش. نقول بلي استهلكت هذيك الحاجه نفرح. يا رب حل منطقي. ما نبغيش صح، يعني ثلاجة فاضية، يعني احنا طول الشهر أكلنا في البيت واستهلكنا المواد الغذائية وطبخنا أكل لذيذ، طبخت أكل لذيذ، فالحمد لله على نعمه والحمد لله على كل الأطباق اللذيذة التي أكلناها طول الشهر. اليوم لدينا خطة الخروج للتسوق للمنزل والإحضار مشتريات عندنا خطط، رمضان. ما نقولش خطه، صفايه لازم نجيبوا صفايه لأنه لازم نطبخ الكثير من الحلو في رمضان في السهرة. شوفيها بتقولي لي صحي ما صحي؟ لا راح نعمل اثنين تحدي، راح يكون نعمل اثنين، حلو لساره وحلو ليا. اليوم لدينا برنامج طويل. أول شيء سنذهب إلى البازار لكي نشتري بعض الأغراض والأمور الرمضانية التي حكينا لكم عنها في المنزل، وبعدها لدينا زيارة لمعرض، وآخر شيء سأقضي بقية اليوم مع إيليا. من الضجة واضح أنه وصلنا صح؟ فسنبدأ الآن بتفقد جهة الأواني. لقينا طقم I'm just a girl. شوفوا القطع الموجودة ما أجملها، هذه تحسوا فيها لمسة رمضانية. أطقم القهوة، وجدنا صفاية أنهار، وجدنا صفاية أحلامنا، لأنه الصفاية اللي عندنا في المنزل هك حجمها. وهذا عنده برادات الشاي والقهوة. عملية اختيار الأواني، قلت لكم أمينة رح يعجبوها الفينتج. شوفوا حصيلتنا الجميلة. نختار الآن غطاء للطاولة. شوفوا هذا اللون ممكن يعكس بشكل جميل على الأواني. رح نختار الآن طقم أكواب. اخترنا هذا الطقم لأنه المفروض يتناسق مع كل القطع التي اخترناها. آخر ما تبقى لنا. ذاهبون الآن لمعرض قاموا بمبادرة من أجل جمع تبرعات للأطفال اليتامى، وذلك من خلال معرض يعرضون فيه أشياء رمضانية. فذاهبون لكي نلقي نظرة على الأشياء الرمضانية هذه، ربما نقتني البعض منها من أجل زينة رمضان وأشياء رمضان، وفي نفس الوقت تكون فرصة جميلة لكي نتبرع للأطفال اليتامى. شوفوا ماذا وجدنا. بابار بابا فيل، انا بنو شبين ذكي نبيل. واو، شكرا يسلموا. ده اكتر واحد I think اتباع. ديري وشك مشان حاسب لا هدية رمضان. شوفوا شو اخذنا، ورقة وأجر. هذه فكرتها كل يوم ناخذ واحدة خلال شهر رمضان. يعني اشياء نسويها في رمضان ناخذ عليها اجر، زي ما قلت لك مثلا مش صعبة صح انه افطار 80 شخص. مثلا نفتح القرآن زي مثلا نفتح القرآن نشوف كلمات صعبة ونفسرها. شكرا، اخذت الكارت معلش. شكرا. أنا بدي أدوقها هاي. استني. عجبتك؟ ذوق الاحتراق هذا. اجيني القهوه. زاكية والله. عاش. حاليا في طريقنا إلى المطعم لنجرب الأكل السوداني. سنتعرف على المنيو الآن. عندكم هذه الاكله؟ احنا صحيح ألقينا نظرة على المنيو، لكن إخصائية سودانية هي ستختار لنا الآن الأكل، لأنه ليست لدينا أدنى فكرة.
على ما علينا أن نختار. يعني أنا ممكن أكل أرز، ممكن دجاج، لحم لا أريد، سلطة، ممكن سلطة. حعمل تشكيلة شوية من حاجات الفطار شوية من حاجات الغداء. أوكي. طبعا عندنا ما بيجتمعوا في طاولة واحدة بس عشان تجربوا. لحظة سحر ستعيدكم للطفولة. جاهزون؟ 3 2 1. ولم تنتهي المفاجآت. 3 2 1. أقل من الباقي شوية. ويلي في خبز. فكرونا حناكل كل هذا. هذا قراصة. هذا اسمه كراسة. بماذا مكون؟ قمح، خميرة، ماء، ملح. مش الوصفة يا بنتي، جوا شوفي. هذا خبز عادي اللي هو ممكن تقول عليه صوص بس هو اسمه عندنا ملاحي. سلطة دقة. هذا باذنجان، وهذا من فوق قشر، هذا جبنة، جبنة، لحم. طماطم، بصل، فلفل أخضر. سلطة معمولة بزبدة الفول السوداني. اوكي، يعني شيء حلو مع شمالة. ما حلو. زبدة الفول السوداني عندنا مالحة. الله يا لا حول ولا قوة إلا بالله. زبدة الفول السوداني عندنا أصلية ما تتبهدلي سكر أو عسل. يعني احنا زبدة الفول السوداني اللي ناكلها على اساس صحية والناس مضاف لها الرياضية، سكر. هذه مضاف لها سكر؟ مش هي الطبيعية انه فول طبيعية سوداني؟ نوع من غير سكر الطبيعية. وصل طبق البوش اللي هو عبارة عن قطع خبز مع فول مصري، وتكون كأنه سلطة مبشور عليه وبيضة مسلوقة. بس في مذاق مألوف ما أعرف شو هو. بامية. لو قلتيها لنا حكيت له إنه ما بحب البامية، بامية مجففة. جابت هذا قالت لي دوقي وبعدين اقول لك مكوناته شو. هي لما الام العربيه بدها تعطيك تاكلي شيء فيه فائده بس ما بتحبيه، تحط لك اياه بشكل غريب في اكل ما بتكتشفي انه هي يعني. هذا الباذنجان. شكرا. قالت ما بتحب البامية. اخترنا عصائر، عصير فراولة، والثاني مانجا، في عصير موز. شوف هذا عصير أمين وعصير ريان، لكن ما لم يقرر أن يشربهم بعد، لا يعرف أني سأكمل هذا وأقضي على عصائر. هذه جبنة. قليلة. نوع من الحبوب يتم غليه. يتم غليه ويؤكل في رمضان. ايوه، عنده استخدامات كثيرة خالص. ممكن يتعمل مشروب، ممكن يتعمل بليلة نفس هذا يكون كما هو، ممكن يتخلط بعد ما ينسلق، ممكن يكون حاجة مثل العصيدة. المفروض تعرفيها هذه لوبيا. هذه قهوة وهي نية مش محمصة، اسمه بونغوليز. هذا فيه كمية فيتامين سي أكثر من الموجودة في البرتقال. بما أنه مشوارنا طويل في المترو، فممكن أنا أول واحد يعمل فلوج في المترو بهذا الشكل. طبعا هذا نحطه هون. هذه هي حلوة العربي، صح؟ انفي والله اني في شباب. تحسيها عينة، بدر شو بدر بذور، بذرة، كأنه بتصير قطعة سميكة منعشة. حسيتها عشبة طبية، تحسوها فيها فائدة. ما ضل إلا هذا وجربته والله. وصلت من السودان مباشرة، من السودان لعندي. وبهذا الشكل تكون انتهت فقرة الانبوكسين في المترو. أنا أذهب الآن لهدية لأخذها معي لإيليا، وأحاول أن أجد شيء ممكن أن أقوم به كنشاط معه. شوفوا من معي. وين سارة؟ وين إيليا؟ قول لهم هاي. هاي. حبيبي. هاي. Where are we going, إيليا? To play. وصلنا للمول. يجب أن نستمتع بكل دقيقة معا، صح إيليا؟ صح؟ صح صح. ماي جاد، من مدة لم ألتقي إيليا حسيته كبر، تغير، صار جنتلمان، يمسك الحقيبة ينتظرني. You wanna eat? Hold it. برافو، ياي. لم أستطع أن أختار هدية لإيليا قبل أن آتي لأفاجئه بها،
قررت أن أحضره لمحل ألعاب ويختار التي يريدها، لكن الفكرة أنه إلي لديه مثل طبع مريم، يأخذ الشيء ينظر إليه، أعتقد أنه خلص هذا اللي عجبه، فجأة يعيد لي مكانه. مريم تربيتك صح. شوفوا يلعب وبعدها يعيدها لي مكانه. ما عبرني. Which one؟ ما عجبه العجب. أوه اختيار موفق. كمان رجع ما عجبه. أنا جبته يختار لعبة صار يرتب في المحل. لاحظوا أنه عندما لا يعرف كيف يخرجها من العلبة عادي يتركها، يعني he doesn't force things. لا أريد أن أفعل أي شيء، أريد فقط أن أعنقه. Are you hungry إيليا؟ أويلي أنا أم hungry. شلون مش hungry يا عيوني؟ مش ما أكلتش حاجة؟ هاي 1 2 1 2 باي. هذه باي ماما في اليوتيوب، أنا الباي تاعي هكا باي. يامي. يامي. يس برافو. يوم خرق القوانين. أنا كنت حابة أكل برجر فجبت برجر، وإذا جبت له حساء خضار. just one. الآن المهمة المستحيلة. Thank you. كان يوما طويل مليء بالأنشطة، مليء بالتنقل. ختمت اليوم اسطنبول وختمت المواصلات. اليوم الثاني على توالي من تجهيزات البيت من أجل استقبال الشهر الفضيل. متحمسون جدا لأنه أحضرنا قطع جميلة 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 جدا. جبنا تغييرات رائعة ولمسات رائعة. متحمسين نحطها كتف. نغمضوا عيننا نحلو نقاوم البيت مسدة. شوفوا مبدئيا كل شيء مخروب، وفوق الطاولة موجودة الأواني التي اخترناها، فأمينة تريد أن تريها لكم لما تبلش الجليات. المهم سننظف هذه الجهة لأنه قررنا أنه نحضر طاولة السفرة ونضعها في هذا الكورنر. هنا راح نحطوا الفوتيز الأريكة. مكان السهرة سيصبح في هذا الكورنر جديدة، وهنا سنضيف ديكوريشن رمضان.
هذه ستكون في هذا الجدار، والثانية تدرونها لاحقا في مدخل المنزل. هو شكلها المفروض يكون هكذا. إذا يكون هناك سلك أعتقد أنه يعني خيط يكون شفاف، لكن الفكرة الآن هل سنضعهم بطريقة عشوائية ونلصقهم باللاصق أو نضع خيط هكذا طويل؟ هذه آخر لمسات تنظيف الغرفة لكي نضيف تفاصيل ركن الصلاة في الزاوية. أيوة، قررنا أن نضيف بعض الإنارة هنا، لكن علينا نقتنيها، فممكن تشوفوها في الفيديو الجاي. فقرة كنت متحمسة لها، فقرة الأضواء. شكل الموضوع مطول، فسنعود لكم عندما نجهزها ونعلقها. خلصنا التعليق، الآن سنجربها. تخيلوا كيفاش راهي النتيجة. لازم تشوفوا النتيجة. هذه نتيجة كورنر السفرة. واو. الآن تبقى لنا أن نرتب هذه لكي نلصقها في هذا الجدار. هذه نحط لها خيط فقط ونعلقها، يعني مهمتها أسهل من هذيك التعليقة اللي في ركن الصلاة. اليوم الثالث على التوالي من التحضيرات، وغدا رمضان. اليوم جينا للمحل لكي نأخذ المستلزمات تخصنا وتنقصنا في المنزل. خممنا شو نديرو غدوة المنيو. يس، لدينا فكرة عما سنطبخه ان شاء الله. ما نقول لكم ايش غادي يكون سربريز. يا سترونه في فيديو اول يوم رمضان. اخبرونا في التعليقات، تريدون فيديو اول يوم رمضان او تريدون اول اسبوع من رمضان؟ خبرونا في التعليقات. لا تنسوا تعملوا سبسكرايب. ايش بنقولها؟ ديروا سبسكرايب. سينو المجهودات غادي تقل. اي والله، تعرفوا كم صارفين احنا اليوم؟ اعملوا سبسكرايب خلونا نرجع. لكم ان تتخيلوا كمية الناس الموجودة هنا اليوم، يعني كله خلاها لاخر دقيقة مثلنا. تعرفون ولا مرة عملت مثل الاتراك ودوقت الهادو الموجودة على الطريق. هذا قلنا 3 غرام على بالميز. 3 غرام. ناوية اليوم أتذوق كل الزيتين الموجودة في هذا. منين؟ تمام. في حال ما كان عندكم فضول تعرفوا طريقتنا لأخذ الأغراض، هذه هي. وصلنا للمنزل والآن سنرتب المشتريات، لكن قبل ذلك أردت أن أشارككم الخطة التي جهزتها إن شاء الله لرمضان من عبادات، مهام وكذلك روتين يومي. أولا أردت أن أعرفكم بالدفتر الذي سيقضي معي الشهر الفضيل إن شاء الله، الذي أخذته من عند هذه الصفحة، يمكنكم زيارتها على الانستغرام وطلب مثله. هذا هو شكل الدفتر، قاتل حتى تخرج من رمضان بغير القلب الذي دخلت به، وهذا الشعار أحبه في كل رمضان أعتمده. مبارك عليكم الشهر، جعلنا الله وإياكم من المقبولين والمحاطين بالأهل والأحباء، هانئين بما من الله علينا في ظلال رحمته وعفوه. وبعدها لدينا هنا التهيؤ لرمضان، كيف يكون قبل، خلال وبعد.
الدفتر باختصار فيه تتبع الصلوات، الفرائض وكذلك النوافل بحيث نشطب على كل فرض ونافلة نؤديها. فيه كذلك تتبع الورد اليومي بحيث نكتب هنا اسم السورة، الآية التي وصلنا إليها، فيها حتى مثلا لو كانت هنالك آية تريدون التدبر فيها أو تفسيرها، ويمكنني أيضا هنا إضافة اسم البودكاست الذي أكون أسمعه. أحب كذلك متابعة البرامج الدينية، فإن شاء الله سأشارككم البرنامج الديني الذي سأختاره لهذا الشهر. وهنا توجد كذلك قائمة صغيرة للمهام اليومية. في نفس الوقت يعطيكم هنا مساحة لكي تكتبوا فيها أي مثلا أفكار، فضفضة، تدوين، مثل ما تريدون. الذي أعجبني فيه أنه عملي جدا مينيماليست، يعني تحسوه هكذا بسيط، فيه فقط الأشياء المهمة، ليس معقد، يمكنكم استعماله في روتينكم اليومي. لدينا هنا كذلك قائمة مهام يومية يمكننا أن نعلقها في الثلاجة ونكتب كل المهام اليومية، لكن أنا أعتقد أن هذه الموجودة في الداخل تكفيني. كما رأيتم في بداية الفيديو في المعرض اقتنيت هذا المرطبان اللي فيه في الداخل 30 تحدي من أجل الالتزام به في رمضان. سأشارككم إياه على القناة في الانستغرام، فإذا لم تكونوا تابعوني عليه، لأن كل هذه التحديات ستكون يوميا منشورة هناك لنقوم بها. ستشاركونني الصور، الأجواء، وأنا كذلك، وسأدخلها في الروتينات اليومية التي سأشاركها معكم في ريلزات الانستغرام، لأنه سنعود للنشر اليومي في رمضان طبعا. بالنسبة للكتاب الذي أريد أن أطلعه لهذا الشهر، لأنه في رمضان أحب أن أغتنم الفرصة وأقرأ كتب تكون دينية، اخترت كتاب في صحبة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم للدكتورة كفاح أبو هنود. ولمن يريد أن يرافقني في مطالعته، أصلا سنقوم بتحدي مطالعة نفس العنوان في نادي نبض الحروف على قناة تيليجرام. لمن لم يلتحق بعد معنا في نادي المطالعة على مجموعة التليجرام، يمكنكم تنضموا من خلال الرابط الذي تركته لكم تحت في الديسكريبشن بوكس. تركت لكم كذلك رابط انستغرام، يمكنكم أن تنضموا من أجل كل الفعاليات الجميلة التي سنقوم بها مع بعض في رمضان. جاء مع مصباح إلكترونية يمكنكم أن تأخذوها معكم لأي مكان في الخارج كي تتذكروا التسبيح، يعني تضعوها في إصبعكم لكي تذكركم بأن تسبحوا. من لا يحب أن يستخدمها يمكنكم فقط أن تأخذوها معكم لكي تتذكروا، بدل ما نكون مثلا في المواصلات هكذا في الفراغ ساكتين ما عم نعمل شيء، ممكن أن نغتنم ذلك الوقت في الاستغفار وقراءة الأذكار وذكر الله سبحانه وتعالى. وجاءت معه كذلك فاصلة المصحف اللي فيها متتبع الختمة، كل جزء نصل إليه ونكمله، نقوم بتشطيب أمامه حتى نختم إن شاء الله، لأنه طبعا من أهدافنا لهذا الشهر بإذن الله أن نختم القرآن، لماذا لا مرتين وثلاثة. هذا أول رمضان بعيد عن عائلتي. من أهدافي كذلك لهذا الشهر أنه ألتزم بالسحور، لأنه أنا إنسانة لا تستيقظ للسحور. أنا كلفت أمينة بمهمة أنها توقظني للسحور وأن تحسن علاقتي مع السحور. أهدافنا لهذا الشهر واضحة ومشتركة، أعتقد ليس هنالك منا من لا يريد أن يختم القرآن، ليس هناك منا من لا يريد أن يلتزم بصلواته في وقتها، ليس هناك منا من لا يطمح أنه يخرج من رمضان بغير الشخصية وبغير النفسية وكذلك بغير القلب دخل به رمضان. لهذا خلوا أهدافكم تكون عملية وبسيطة، وفي نفس الوقت تخدم غايتنا التي وجدنا من أجلها، خاصة في هذا الشهر الفضيل. هذا أول رمضان لنا مع بعض على اليوتيوب، متحمسة جدا لكي أشارككم كل الأجواء. احنا بالجزائر نقول صوموا بالصحة والهنا، كل عام وانتم بخير. أراكم في الفيديو القادم، وإلى ذلك الحين اهتموا بأنفسكم كثيرا، أحبكم بعدد النجوم. باي.